فاكر اليوم ده كأنه امبارح. أمي كانت تعبانة بقالها فترة، بس كانت بتضحك. كانت دايما تقول لي ما تقلقش عليا يا حبيبي، ده شوية تعب وهيعدوا. بس الحقيقة كانت بتنهار كل يوم قدامي، وأنا كنت عامل نفسي مش شايف، مش عايز أصدق. كنت كل يوم أصحى وأتمنى ألاقيها واقفة في المطبخ، ريحة القهوة اللي بتعملها، صوتها وهي بتناديني صحصح بقى يا حتة من قلبي. بس يوم بعد يوم صوتها بدأ يضعف وملامحها بقت تعبانة، حتى حضنها اللي كان بيطمني بقى مرهق كأنه بيودع. لحد ما جالي تليفون المستشفى، البقاء لله، والدتك اتوفت. انا وقتها ما حسيتش بنفسي، كنت زي التمثال. رحت المستشفى برجلي، شايف الناس بتعيط وبتصرخ، وانا واقف جنبها ماسك ايديها الباردة وببص في وشها كأنها لسه نايمة وهتصحى. والدي واقف جنبي، والأول مرة أشوفه بيعيط ومنهار. الناس كانت داخلة تعزيني وأنا مصدوم. واحد يقول لي ربنا يرحمها، أرد عليه أمين. واحدة تبص لي وتهمس لجارتها شايفاه ده حتى ما نزلش دمعة. وكل ده وانا جوايا حاجة بتتكسر بس مش قادرة تطلع. يوم الدفن كنت ماشي ورا النعش، رجلي بتتحرك بس قلبي مش معايا. دفناها والكل راح لحاله، بس انا فضلت هناك شوية. حطيت ايدي على التراب وقلت لها ما تخافيش انا كويس. بس انا ما كنتش كويس. عدى شهر وانا كل يوم ارجع البيت وافتح باب الشقة على امل الاقيها، اشم هدومها واحضن المخدة اللي كانت بتنام عليها واتغطى بالغطا بتاعها، اسمع صوتها في التسجيلات. بس مفيش حاجة كانت بتسد الفراغ. لحد ما جه اليوم كنت سايق عربيتي في وسط الزحمة والراديو شغال وكل حاجة ماشية كأنها يوم عادي. فجأة العربية وقفت كأنها قالت لي كفاية كده، ووقفت انا كمان وبكيت زي الطفل اللي تايه وسط الناس. عيطت بوجع بمرارة بصوت. الناس في الشارع وقفوا يبصوا علي، بس ما كنتش شايفهم. كنت شايف أمي، شايف حضنها وصوتها ودمعتها لما كنت أتأخر عليها. شايف كل لحظة كانت بتحبني فيها من غير ما تقول، وكل لحظة أنا كنت فاكر نفسي إني قوي وأنا في الحقيقة كنت بنهار. وقتها عرفت الحقيقة، إن ما فقدتش أم بس، أنا فقدت أكبر حب صادق في حياتي، الحب اللي كان بيطبطب عليا حتى من غير كلام.